السلام عليكم. لو انت محتارة تلبسي ايه في الفرح الجاي او الخطوبة او حتى مناسبة بسيطة، الفيديو ده هيغير لك كل حاجة. لأن موضة فساتين السهرة السنة دي قلبت الدنيا، والألوان بقت جريئة وفخمة بشكل يخلي أي بنت تبان كأنها طالعة من ريد كاربت. اللون الأحمر بيدي فخامة وثقة رهيبة، خصوصا مع القماش الساتان. ولو عايزة لوك ناعم وفي نفس الوقت يخطف العين، يبقى اللافندر والموف الفاتح هما الترند الأقوى للبنات اللي بتحب الستايل الراقي الهادي. أما لو انت من الناس اللي بتحب تبان مختلفة، فالزمردي والأخضر الغمق عاملين شغل نار في كل المناسبات الكبيرة، وبيطلعوا تحفة مع الإكسسوارات الذهبية والفضية. وكمان لازم نتكلم عن اللون الذهبي اللي رجع بقوة السنة دي، خصوصاً الفساتين اللامعة اللي كلها جليتر، لأن أي إضاءة هتخليكي نجمة المكان. ومن أكتر الحاجات اللي بقت دارجة كمان الفساتين المفتوحة من الظهر أو بفتحة راجل بسيطة، لأنها بتدي أنوثة من غير مبالغة. والقصات اللي على الجسم بقت مطلوبة جدا، خصوصا مع القماش الشيفون والستان. وفي نفس الوقت الفساتين المنفوشة رجعت بقوة للبنات اللي بتحب اللوك الملكي. ولو محتارة تختاري لون يناسب بشرتك، افتكري إن البشرة الفاتحة بيليق عليها الأزرق الملكي والنبيتي، والبشرة القمحية يخطف معها الذهبي والأوف وايت، والبشرة السمراء تبقى خرافية مع الأخضر الزمردي والبرونزي. ومتنسيش إن السر الحقيقي مش في سعر الفستان، السر في اختيار اللون والقصة اللي يبرزوا جمالك وثقتك. ولو عايزة تشوفي أحدث موديلات فساتين السهرة والمناسبات والترندات اللي كل البنات بتدور عليها، اكتبي في الكومنتات لون فستان أحلامكم. تنسوش اللايك والاشتراك، عشان الفيديو الجاي هيكون عن أفخم صيحات المكياج والشعر للمناسبات اللي هتخلي أي لوك يبان بمستوى المشاهير.